جدا. لان الماتش كان تريكي شويه بسبب غياب بعض اللاعبين بسبب الانذارين، وما رضيتش اخد مخاطره بيهم زي عمر وتوفيق وصلاح. وفي نفس الوقت كان لازم ندي فرصه للعيبه اللي كانت ملتزمه الفتره اللي فاتت، وانا في رايي ان هم ادوا اداء جيد، وكان مهم ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه قبل الدخول في الدوره الرباعيه باذن الله. اخر نص ساعه كان في يعني تخبط كده، يعني طبعا اولها طبعا بسبب هبوط المستوى البدني لبعض اللاعبين اللي احنا عارفين ان هم كانوا بعيد عن فورمه المباريات، زي اسلام وزي حماده وزي احمد سمير. ايه تقييمك؟ وفي رايي ادوا اداء جيد، ويعني مقارنه بان هم بعيدا عن فورمه المباريات زي ما بقول لك. لكن النهارده برضو من ضمن الحاجات الايجابيه ان احنا دفعنا بعبد المجيد، مهاجم جيد جدا، وبان من خلال ال 30 دقيقه اللي لعبها ان هو مهاجم هيكون له مستقبل كبير ان شاء الله. واحنا بنستمر في سياستنا بالدفع باللعيبه الصغيره حتى مع استخدام صفقات جديده في الموسم الجديد. بالنسبه للماتش الاهلي يعني شايفه ازاي؟ يعني احنا بنلعب كل مباراه او بنلعب كل فريق بالشكل الانسب المناسب ان احنا نقدر نلعبه بيه. ان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نختار الطريقه المناسبه اللي نقدر نلعب بيها قدام النادي الاهلي. وعندي ثقه كبيره جدا ان احنا نقدر نتخطى هذه المباراه بنتيجه ايجابيه وبالمكسب اللي انا في رايي هيكون مفتاح الفوز ببطوله الدوري مره اخرى باذن الله.